ليش أكره ليونيل ميسي؟ السلام، معكم معتز او بلاتين. كيفكم؟ عساكم طيبين شمعدلين. اذا كنت تشوف المقطع ما ضاغط زر اللايك كسر زر اللايك، واذا ما مشترك في القناه اشترك في القناه عشان تصير من جيشنا. شباب الجدد كلكم تعالوا اشتركوا في القناه، يا هلا والله بالجميع. طبعا لا تنسوا تتابعوني على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، هو حساب واحد انستغرام وهذا هو الحساب، تعالوا كلكم تابعوني هناك. مقطعنا لليوم قريت العنوان، ما بلف وادور، بدخل على طول في الموضوع اللي انا بتكلم عليه. ليش أكره ليونيل ميسي؟ عارف في واجد ناس بتجي تهاجمني وتتهجم علي في الكومنتات، يعني هذا شيء طبيعي. ليش؟ لأنه ليونيل ميسي. أنا بحبك أنت أكثر من ميسي؟ يتخاسي والله يتخاسي. في ناس من ذي النوعية. يا حبيبي اسمع، ترى ميسي عمك، ميسي عمك، اسمع، لا تجلس تسواها علينا. بحصل هجوم من كل الانواع، انا استقبل اي هجمه بتجيني بعد هذا المقطع. قبل لا تحكموا علي، قبل لا تسمعوا المقدمه وتسمعوا العنوان وتدخل وتسب تحت في الكومنتات، خلوني اشرح لكم الموضوع. ما نختلف انه ميسي اسطوره كره قدم مع رونالدو، كريستيانو رونالدو، ترى ما في اسطوره واحده. لو تسمعوا في كاس العالم، انا ما عندي اي كره ليونيل ميسي. اتكلم عن الايام السابقه او السنوات السابقه، لاعب اشوفه عادي يعني، بس انا كلاعبي المفضل ذا بيست بلاير از كريستيانو رونالدو. لاعبي المفضل كريستيانو رونالدو، هذا الشيء نمبر 1 عندي. ميسي ما كان بيني وبينه كره، او لا بالعكس، احسه لاعب محترم خلوق، بس بعد الحركة اللي سواها مع ليفاندوسكي لا نقول ما مشكلة، يمكن كان معصب هو، فاهم، مركز في المباراة معصب، يلا نمشيها. في كاس العالم انا عارف هذا الشيء ما ينفع انا احطه في اللاعب او انا اكره اللاعب، بس حقيقة الناس كرهتني في هذا اللاعب. كل الناس تشجع الارجنتين لدرجة يقول لك اكثر جمهور في قطر هو جمهور الارجنتين. حتى في عمان رفعوا علام الارجنتين وسووا مسيرة. كل العالم ارجنتين ارجنتين ارجنتين. يا حبيبي من كثر ما يتكرر العلم قدامي واسمع الاسم خلاص مليت. انا كنت اشجع المنتخب السعودي، طبعا نتكلم عن دور المجموعات. المنتخب السعودي يجيك ويشرخ الارجنتين 2، ترى هذه 2 ما بتنسوها يا الارجنتينيين، ما بتنسوها. فيجوك ناس عرب، يعني هو شوف، هو يشجع الارجنتين وما يشجع المنتخب العربي اللي المفروض يمثلنا احنا كعرب، فيروح يقول لك انا اشجع الارجنتين والله عشان ليونيل ميسي. هذه العينات عارفه نفسها، شجع عشان ليونيل ميسي. ليونيل ميسي اللي ما بقى بطوله الا وخذها، اللي ما بقى كره ذهبيه الا وخذها. تشجعوا ليش؟ هل بتشجع واحد اجنبي خلاص ما بقى بطوله الا وخذها على منتخب عربي يمثل العرب؟ كمان مان كمان والله العظيم كرهت الارجنتين وكرهت ميسي لهذا السبب. يقول لك لا والله هو مارادونا جاب كاس عالم بس انت ما جبت كاس عالم، احنا نعتب عليك لحد ما تجيب لنا كاس عالم. طيب في لاعب ثاني اسمه كريستيانو رونالدو، يمكن تكون هذه اخر مباريات له في كاس العالم، ترى ما في ميسي، بس ما في ميسي وخلاص. ما نختلف، هذا اسطورتكم، احنا عندنا اسطورتنا رونالدو. اوكي صح انه هو مستواه طايح في اخر فتره، بس ترى ما يخالف ان نشجعه نفس الشيء. هو بيكون فاهمين خلاص اللاعب هذا احتمال يعتزل قبل كاس العالم الثاني. وطبعا لا ننسى تقريبا هو كريستيانو رونالدو اكبر من ميسي. في لاعب ما حد جالس يسلط عليه الاضواء، بس لما قالوا بيروح النصر ما حد ما تكلم، ترى جالس هو يلعب في كاس العالم، ترى كان الكابتن امس مباراة البرتغال. عشان كذا انا مقهور، عشان كذا انا اكره ميسي. طبعا هذا الكره ما اقول كم يعني، ما الناس كرهوني فيه، هو ما منه، الناس كرهوني فيه. خلوا عنكم حركات هذه اللي ما لأمها داعي. تشجع منتخب عربي ونقول مبروك للمغرب لأن المغرب تأهلت، وأنا داعم لكل المنتخبات العربية، داعم لكل المنتخبات العربية لحد ما تاخذ الكاس. ولو طلعت أنا أشجع المنتخب الفرنسي. حبيت أوضح هذه النقاط شباب. وصلنا نهاية المقطع، أتمنى أن المقطع عجبكم. لا تنسوا تضغطوا زر اللايك والاشتراك. اشوفكم في مقطع ثاني. سلام. Red.